السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي منى ودي قناتي بقدم فيها أكلات صحية ومفيدة ومشبعة، وأهم من كل ده يكون الأكل طعمه حلو وكمان أغلبية الوصفات اللي أنا بقدمها هنا على القناة بكون متابعاها مع دكتور تغذية. أنا متابعة معاه، مش بقدم حاجة وخلاص. بشوف بدايل الرز قد ايه وبعملها. عملت المحشي الدايت على طريقة مع المتابعة مع الدكتور. عملت كل الأكلات الحرشة بتاعتنا دي بطريقة صحية وبطريقة لذيذة. أي أكلة نفسك فيها وحابة إن أنا أعملها لك بطريقة تكون صحية هعملها وهقدمها لكم هنا. عملت البيتزا، عملت حاجات كتيرة من الأكلات اللي هي يعني فظيعة، بتودي الواحد في حتة تانية. عملتها بطريقة صحية، بدايل بسيطة بنبدلها وبتكون مش مكلفة ومتاحة عندنا كلنا. طبعًا تقدري هنا تشتركي معانا في القناة ونعمل مجموعة كده مع بعضنا كلنا، كل الستات وكل البنات وكله يقدر يتضاف معانا هنا. أنا باقول الستات لإن الموضوع بيبدأ من عند الست فعلًا. الست لو بدأت تهتم بنفسها وبدأت تعمل أكل صحي وحاجات مفيدة في البيت، البيت كله بيستفاد. فعشان كده أنا طبعًا زي ما أنتم عارفين إن الست بالذات مظلومة في الحتة دي، كل ما بتكبر سنة الحرق بتاعها بيقل، ودي هي فعلًا الموضوع ده بيأثّر عليها جدًا وبيأثّر عليها نفسيًا. طيب إحنا ليه نسيب نفسنا؟ ما هو حاجة من الاتنين، يا إما هنسيب نفسنا وهنبقى في الزيادة، يا إما نلحق نفسنا كده ونعمل حاجات بسيطة أوي وتكون مواصفات بسيطة ومش مكلفة. هنحاول نعمل كل حاجة تخطر على بالكم، المكلف واللي مش مكلف، عشان خاطر ما اضحكش عليكم. أنا باعمل كل حاجة، مرّة كده ومرّة كده، وبنعمل تنوُّع. باعمل مقرمشات كده مُشبعة بطريقة تكون مفيدة، تخلّوها عندكم احتياطي في البيت لأي وقت تجوعوا فيه على غفلة كده. نعمل مع بعض عشا صحّي. أهم حاجة بالليل طبعًا نكون مركّزين نعمل حاجات تكون مُشبعة ناخدها في آخر اليوم كده معانا، عشان خاطر نكون مأمِّنين نَفْسنا. أي حد حابب يقدِّم معايا النظام يومه وهو مش حابب يعمل دايت وما لوش في الدايت أصلًا وبيتخنق وبيزهق ومش بيكمّل، نقدر نشوف له نظام معيّن هيمشي بيه، وهو في نفس الوقت بياكل طريقة أكله بدون علاجات وبدون أي حاجة. أنا متابعة مع دكتور تغذية، وأغلبية الحاجات اللي باقدّمها لكم بتكون بالمتابعة مع الدكتور. ما تقلقوش أوي من الحتّة دي. كمان أنا عندي تجارب كتيرة، بقى لي يعني تجارب كتيرة أوي في موضوع التخسيس ده، وهاقول لكم تجربتي وإيه الحاجات اللي أنا عملتها ولمّا استمريت عليها خسيت فعلًا. الموضوع سهل والله، مش يخُض، الموضوع بسيط أوي.